نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. 60,000 متفرج. كنت تتحدث كاكا عن الإبداع، عن الحرية للاعبين، ومنتخب قطر يعتمد بشكل رئيسي على أكرم عفيف كأكثر لاعب موهوب في المنتخب القطري. دعونا نستمع الآن لجيان انفانتينو. مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي وعائلة كرة القدم، مرحبا بكم ريال بيت ومبروك. Queridos amigos, أصدقائي bienvenidos بكل اللغات الممكنة، مرحبا بكم في دورة قطر، مرحبا بكم في مونديال قطر، مرحبا في بيتكم. Dear friends, أصدقائي welcome. مرحبا بكم، to the FIFA مرحبا World بكم Cup في كأس Qatar العالم تحت رعاية الفيفا 2022. وتحت استضافة دولة قطر كأس الفيفا لعام 2022. Welcome to مرحبا celebrate football. مرحبا بكم للاحتفال بكرة القدم، لأن كرة القدم توحد الجميع. And now والآن let's welcome the دعونا teams نرحب and let the بالمنتخبين show begin. All the best to everyone. ولنحتفل مع هذا دانييلي اورساتو الإيطالي يطلق إشارة الانطلاق، الموعد المنتظر. قطر تاسع بلد عربي في كأس العالم بعد الرباعي الإفريقي، مصر المغرب. احنا لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض. هنا كرة خطيرة ملعوبة أولى وخطيرة، والهدف الأول 1-0 لفالنسيا. فالنسيا يفتح سجل التهديف هنا في قطر 2022 في مرمى العنابي من أول كرة. 1-0 وسط فرحة الإكوادور، وسط فرحة الأنصار. حاليا مع البداية يسجل ريكورد، رقم قياسي في تاريخ كأس العالم يا سادة. هذا أسرع هدف في مباراة افتتاحية في تاريخ كأس العالم على 22 نسخة. هذا الرقم القياسي الأول في كأس العالم، وفيها فار وفيها أمل لإلغاء الهدف أوفسايد. 0-0 يرجع سكور من البدايات. هذه قيمة الفار. تعطى المنتخبات العالمية اليوم في لحظة خطيرة جدا، الانطلاقة في منطقة الجزاء، ويغاد قطر بالأرض والجمهور بالإمكانيات من فالنسيا. محطة والتحذير بالراس القادم من الخلف، ولكن الدفاع ياتي من همام، والكرة برا لمنتخب. ونحن في البدايات قد يكون أمريكي جنوبي أكثر مرة من 20 سنة نحس أن القارة اللاتينية قادرة على استعادة تكنولوجية الركنية. تمشي للإكوادور، ضربة راس من الدفاع مثل البداية، لكن بسرعة لازم يدخل في الماتش. خطيرة العرضية والدفاع موجود، والتماس للإكوادور. عبد الكريم حسن نجم من نجوم العنابي في تاريخه الطويل. اسمها البطولة فالنسيا من جديد، فالنسيا ضربة جزاء للفريق الإكوادوري. عرقلة من سعد الشيب، ودانييلي اورساتو يوجه بطاقة صفراء للحارس سعد الشيب، ويمكن الكرة. يتقدم فالنسيا والهدف الأول في المونديال. نفس اللقطة من فالنسيا لمرات، وكتب له أن يكون صاحب هدف الافتتاح في كأس العالم في قطر. نعم، ألغي له هدف بسبب التسلل وحكم الفار، ولكن يرجع بعد 10 دقائق ومن ضربة جزاء يحصلها فالنسيا، يتصدى لها. منتخبات أمريكا الجنوبية صعيبة برشا، معقدة جدا في لعبها. الأرقام هي من تتكلم. في 21 مواجهة الآسيا ضد أمريكا الجنوبية، فوز وحيد للقارة الصفراء، 2 تعادل و18 ربحة في المجموعات. وهناك 4 أو 5 فرق عربية خسرت كل مبارياتها في المجموعة. هو أسر كريم حسن وسط الميدان، بريسينج عالي، ترجع كرة الإكوادور خطيرة، بشي شوط وكرة عالية، كرة عالية من اللاعب إيبارا رقم 10. هذا الثاني منتخب تصدى. ترجع كرة للمنتخب الإكوادوري، فاول. كرة عن طريق اليمين، أنخيلو بريسيادو، كرة طويلة، ضربة راس، والهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترق يا فالنسيا، لعيب هو شعار البطولة.
كنت أتمنى أن أقول على عفيف أو المعز علي، ولكن اللعيب هو فالنسيا. يا ابن اللعيب يا فالنسيا، بالراس يتأخر الراوي والدفاع في الضغط ويضرب بالراس الخطير فالنسيا المخضرم. عفيف عبد الكريم حسن، الكرة بعيدة، كرة بعيدة من عبد الكريم حسن. بداية صعبة وحضور قوي من فالنسيا وحضور ملفت من الإكوادور. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قاتل، الرائحة خانقة لا تحتمل. الرائحة ماذا؟ فينيك، يوسول، أحماض لا تعرف لها اسمان أم صبغة يود، أم هذا كله معا، أم هي بالذات رائحة اللون الأبيض يا لبشاعته حتى يتحول إلى رائحة. لماذا لم ينتبه أحد لدخولها؟ لماذا هم متزاحمون حول الصبي المسكين صامتون؟ ذلك الصمت المستمر المريب وكأن مؤامرة تدور. بدوار قليل بدأت حصة تخرج وتصرف النظر عن مفاجأته، لكن مفاجأته مهمة ستستغرقه تماما وتستغرق أسئلته، ولن يلتفت أبدا إلى مغادرتها البيت من ساعتين مضتا. فلو حتى عن طريق الخطأ سألها لانهارت وقالت كل شيء. إنها لم تتعود أن تكذب.